يوم الخميس فهو يوم جميل جدا بالنسبة للمحترفين المغاربة اللي كيتألقوا في الدوريات الأوروبية. اليوم شفنا لاعبين كيتألقوا في الدوري الأوروبي. هي بدات مع نايل العيناوي اللي سجل هدف اليوم مع الفريق ديالو، هدف زوين من بعد. وكذلك شفنا التألق ديال إيغاما اللي سجل كذلك هو الآخر هدف اليوم. ومن بعدو شفنا الخنوس كذلك ديال الخنوس مع الفريق ديالو. من بعد شفنا السهرة اللي كانت الختامية ديال بيتيس لمقابلة عرفت المشاركة ديال 3 ديال اللاعبين كما كتعلموا: المرابط سفيان مرابط، عبد الصمد الزلزولي، وكذلك الفريق الخصم ديال بيتيس لي فريق الهولندي اللي عرف المشاركة ديال الكرواني. كلشي كان زوين في هذه المقابلة إلا الصدام اللي جا في بداية المقابلة. الصدام ديال هذا الصدام خلف إصابة الإسكو والمرابط اللي غادر في الدقيقة 15. من بعد شفنا الإصابة ديال الكرواني في آخر الشوط الأول اللي خرج حتى هو مصاب، كنتمناو ليه الشفاء العاجل. وكالعادة المتألق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 50 من الشوط الثاني كيستطيع باش يسجل الهدف الثاني والهدف ديال الفوز لريال بيتيس. كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المصابين اللاعبين المغاربه، كنتمناو لهم الشفاء العاجل باش يرجعوا يشاركوا مع الفرق ديالهم في المقابلات الجايه. كما كتعرفوا ما بقى والو لكاس افريقيا تقريبا شهر. كنتمناو لهم الشفاء العاجل. المنتخب المغربي محتاج لهم بزاف. ما في الاخير ما تنسوناش من التفاعل ديالكم، كذلك التفاعل ديالكم كيساعدنا وكيخلينا باش نكملوا في هذا المحتوى. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.